عايز تعيش مبسوط، عيش مع السعداء. كلمة من الآخر يعني. عايز تكون مبسوط طول حياتك، اقعد مع ناس مبسوطة طول حياتك. يعني ما تقعدش مع حد يقول لك أنا عندي اكتئاب، أنا تعبان، أنا قرفان، أنا مخنوق، أنا عندي يأس. والله لقيته بيتكلم كده، أقول له السلام عليكم، خليك زي ما أنت. أنا مش هقول لك انصحه، لأن مهما نصحته هو اللي هيجيب لك اكتئاب. ما تتكلمش معاه، هو خلاص فقد الأمل وضعف وسلم نفسه. لو قعدت معاه هو هيجيب لك اكتئاب. طب تخيل نفسك قاعد مع ناس سعداء. وهديك مثل تاني، قاعد مع ناس مبسوطة بتضحك، والله غصب عنك هتضحك. لو انت قاعد معاهم هما بيتكلموا وبيضحكوا، غصب عنك هتضحك حتى لو انت مش عايز تضحك. هيضطروا ينقلوا لك الطاقة الإيجابية اللي تخليك تضحك وتكون مبسوط. هتقعد مع حد عنده اكتئاب وطاقة سلبية، هينقل لك الطاقة السلبية. الطاقة السلبية موجودة، ومش عايز أقول لك ملموسة، لكن هي محسوسة، يعني بتتنقل بطريقة معينة، بتدخل جسمك وأفكارك، وتحول أفكارك لأفكار سلبية. يعني أنا لو قعدت مع واحد قاعد بيشتكي ظروف البلد، الحالة الاقتصادية، مفيش شغل، مفيش، قعدت معاه يأست، طلعت من معاه أنا استحالة أشتغل، استحالة أعمل حاجة، استحالة، خلاص أنا كده يأست. اداني الطاقة السلبية اللي عنده واتنقلت لدماغي، بقى تفكيري سلبي زيه. طيب أنا قاعد مع ناس بيقول لا بكرة في أمل، لا لسه في حاجات مفرحة كتير، لسه في حاجات هتحصل هتكون بشرة خير لينا، فبيديني امل في الحياة. انا هطلع من عنده عندي امل، وهشتغل وهجتهد يبقى الطاقة الايجابية اتنقلت. يبقى انا اقعد مع ناس مكتئبة ليه؟ اقعد مع ناس حزينة ليه؟ اقعد مع ناس يأسة ليه؟ خلاص انت كده خليك مع نفسك، لاني انا لو حاولت اغيرك انا اللي هتعيدي، وهيجي لي طاقة سلبية وهيجي لي يأس. لا انا مش هغيرك، لكن انا هروح اقعد مع ناس سعداء. ولذلك كان في واحد، قصة قديمة يعني، ان واحد حب يكون يبقى غني، بس هو كان فقير، فكان بيروح يأجر بدلة من المكواجي. كان زمان بيأجروا البدل، يلبس البدلة ويجيب شنطة، تمام، ويبدأ يروح يتعامل مع الناس الأغنياء ويعرض عليهم صفقات كبيرة، وهو لا يملك أي شيء، هو بس كان شكله مظهر الغني، شكله مظهريا غني، ويقعد يعمل شعره بالجاز والكلام ده. فكان ياخد الشنطة ويلبس البدلة ويروح مثلا عند معرض سيارات، يتفق معاه أنا هبيع لك العربية دي بس كذا كذا. فبدأ يظهر على شكل الغني ده لفترة طويلة، إن هو باين إن هو بيه، لكن هو مفلس معهوش أي حاجة، ويشتغل وسيط هنا وسيط هنا وسيط هنا، لغاية ما فعلا بقى بيه. ليه؟ لأنه بدأ يحتك بناس عندهم طاقة إيجابية لجلب المال، اللي هو رجال الأعمال والمليارديرات والكلام ده. بدأ يدخل في وسط الناس دي ومثل اللي هو زيهم، اللي هو لبس بدلة نظيفة وغالية، بقى يمسك شنطة في إيده، بقى يعرف يتكلم الكلام ده، واحدة واحدة بقى زيهم. فأنت عايز تبقى غني، اقعد مع الأغنياء، ما تقعدش مع الفقراء. ما تبقاش عايز تبقى غني وقاعد مع الفقراء، هيحبطوك. عايز تبقى سعيد، اقعد مع السعداء. عايز تبقى تعيس ومكتئب، اقعد مع الفقراء التعسانين المكتئبين، اقعد معاهم، وانت كده هتنتحر في الاخر. يبقى زي ما فاكر زمان كان في كلمة بتقول من جاور السعيد يسعد. ده مثل ما اعرفش بس حلو، من جاور السعيد يسعد. يعني اللي هيقعد مع حد سعيد هيبقى سعيد، اللي هيقعد مع حد حزين هيبقى سعيد، هيبقى حزين. لازم تنقي الناس او تختار الناس اللي انت بتقعد معاها. كتير مننا بيقعد مع ناس بيجيبوا احباط للواحد، ما تقعدش معاهم تاني، ماشي؟ اسمع الكلام.